السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة حنان للمعلومات العامة. سلطنة إيفات هي سلطنة حكمت شمال شبه الجزيرة الصومالية في القرون الوسطى، وكانت أول سلطنة صومالية إسلامية ظهرت في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، وكانت عاصمتها مدينة أوفات أو مدينة جبرت. أسست على يد مجموعة من بني هاشم ينحدرون من عقيل بن أبي طالب، وكان أجدادهم من أوائل المسلمين الذين استقروا في منطقة القرن الأفريقي. والسلالة الحاكمة أطلقوا على أنفسهم اسم سلالة ورسمة أو أمراء بني ورسمة. سلالة ورسمة هي سلالة إسلامية حكمت أجزاء مهمة وشاسعة من القرن الأفريقي في القرون الوسطى، ومؤسس أسرة ورسمة هو الشيخ الجليل يوسف أحمد الكون، وهو الجد الأكبر لسلاطين سلطنة إيفات وسلطنة عدل فيما بعد، وكانت أراضيهم ممتدة على الساحل المحاذي للبحر الأحمر وخليج عدن، مسيطرة بذلك على الهضبة الصومالية وأيضا أجزاء كبيرة من هضبة الحبشة وبلاد هرر. وهذه السلالة الملكية حكمت ما بين القرن الثالث عشر إلى أواخر القرن السادس عشر الميلادي، أي أنهم حكموا لقرابة 300 سنة. طبعا اسم ورسمة قد ذكر في الكتب العربية وكذلك في المذكرات والمؤلفات للمستشرقين الذين زاروا شبه الجزيرة الصومالية فيما بعد باسم ورشمة أو ولاشمة. طبعا هذا الاسم هو غير صحيح كنطق وككتابة أيضا، والاسم الصحيح هو ورسمة، وهذا الاسم هو اسم صومالي بحت، ولذلك الاسم الصحيح التاريخي هو ورسمة وليست ورشمة أو ولاشمة. بعض السلالات الحاكمة التي حكمت شبه الجزيرة الصومالية والتي قدم أسلافهم من شبه الجزيرة العربية كانوا يسمون أو يدعون بالصوماليون العرب أو العرب الصوماليون، وهم صوماليون استوطنوا وسكنوا شبه الجزيرة الصومالية لفترة طويلة جدا، ولذلك فهم صوماليون حتى لو كان أجدادهم وأسلافهم من شبه الجزيرة العربية أو أصول عربية، فهذا لا ينفي أبدا اليوم أنهم ينتمون إلى الشعب الصومالي. وهنا نذكر بعض من فضائل الشيخ الجليل يوسف بن أحمد، والذي فعلا تناساه التاريخ أو ظلمه في أحيان أخرى. سنتحدث عن هذا الشيخ أكثر هنا في هذه الفقرة. الشيخ يوسف هو عالم صومالي مسلم وأيضا رحالة من القرون الوسطى، ولد في مدينة زيلع، ودرس الأدب الإسلامي والفلسفة الإسلامية في العراق، وكذلك يلقب بيوسف البغدادي. هذا الشيخ الفاضل هو أول من أدخل النص العربي إلى الصومال، سعى بالنهوض لتعلم القرآن الكريم، ولقد ابتكر طريقة جديدة لتعلم ونطق أحرف العلة عن طريق كتابة الكلمات الصومالية كنصوص عربية، مما سهل على تلاميذه القراءة والكتابة باللغة العربية وأيضا حفظ القرآن بسهولة، وهذا يعتبر تطور نوعي لا مثيل له في علم الأصوات الصومالية. غالبية حروف الأبجدية الصومالية هي لها نفس نطق الأبجدية العربية، مثل حرف الحاء، القاف، العين، الجيم وغيرها. وكذلك كان يمثل الشيخ الفاضل يوسف بن أحمد، هو كان أيضا الإرث الروحي لسلاطين إيفات وسلاطين مملكة عدل فيما بعد.
هذا الشيخ الفاضل زار أيضا جزر المالديف، وكان يعرف أو لقب لدى المالديفيين باسم أبو البركات البربري أو أبو الصومال المبارك، كما أحبوا أن يطلقوا عليه هذا اللقب، حيث نشر الدين الإسلامي هناك في جزر المالديف، ولقد استطاع إقناع الملك اعتناق الإسلام، وبالفعل اعتنق الملك المالديفي في ذلك الزمان الإسلام على يد أبو البركات البربري الصومالي، طبعا ولأن الشعوب على دين ملوكها أسلم جميع شعب المالديف. وله الفضل في بناء مسجد هوكورو ميسيكي، أو كما يعرف هناك بمسجد أو جامع الجمعة، وهذا المسجد بني تكريما لهذا الشيخ الفاضل، ويعتبر من أقدم مساجد جزر المالديف اليوم. ويعد هذا المسجد أيضا من المساجد الاستثنائية في المعمار العالمي، ولقد أدرجته منظمة يونسكو كإرث نادر في العالم. مكتوب في مدخل المسجد أو على المسجد نفسه باللغة العربية اسم الشيخ أبو البركات البربري، وكذلك الملك المالديفي الذي أسلم على يده في ذلك الزمان. من المعلومات الجميلة والعجيبة أيضا عن جزر المالديف هو أن دولة المالديف تصنف اليوم أنها الدولة الشرق آسيوية الوحيدة التي يدين سكانها بالإسلام 100%، أي أن سكان جزر المالديف اليوم مسلمون بالكامل، وتتكون جزر المالديف من 1200 جزيرة. أيضا زار الشيخ دولة سريلانكا، ولقد أسس هناك أول مستوطنة إسلامية في سريلانكا، وبالتحديد في غرب سريلانكا، وسميت هذه المدينة بمدينة بيروالا، ولقد سميت هذه المدينة بهذا الاسم تقديرا وإكراما للشيخ يوسف من قبل مسلمي سريلانكا في ذلك الزمان. المدينة موجودة إلى يومنا الحالي في دولة سريلانكا بنفس الاسم، لم يتغير. ويقطن في هذه المدينة قومية السنهالا، وهي قومية مسلمة تعيش اليوم في عدة مناطق في آسيا، ولكن في سريلانكا هم مسلمون. ويوجد أيضا في نفس هذه المدينة، مدينة بيروالا، أقدم مساجد سريلانكا. يقدر اليوم عدد مسلمي سريلانكا ب2 مليون مسلم. وتوجد اليوم في جزر المالديف وسريلانكا أضرحة للشيخ الفاضل يوسف بن أحمد، وذلك تخليدا وتكريما لذكراه من قبل السكان الأصليين. يذكر أيضا أن الشيخ يوسف بن أحمد كان وسيما، وكذلك كان جميل الوجه كما وصفه سكان جزر مالديف الذين التقوا به. كانت السلطنة تتميز بموقع جغرافي حيوي مهم، حيث تطل على السواحل المحاذية لليمن، وكذلك كان يمر بالسلطنة نهر عواش، مما جعل منها حضارة زراعية في المقام الأول، وأهم منتجاتها القصب والحبوب والسكر والفواكه والخضروات التي لم تكن معروفة لدى مصر والشام والعراق، والتي كان يتم تصديرها إليهم، وكذلك تجارة الجلود الفاخرة والعاج والصمغ والذهب وجميع أنواع البهارات. امتهن الشعب سلطنة إيفات الرعي، وكان لديهم ثروة هائلة من الأغنام والأبقار والإبل. اهتم سلاطين إيفات أيضا بتربية الخيول الأصيلة،
وكان أغلب سكانها تجارا، وكانت مركزا مهما بين السلطنات الإسلامية في جنوب شبه الجزيرة الصومالية، وكذلك على شريط سواحل شرق أفريقيا وبين دول العالم الإسلامي مثل مصر والحجاز واليمن. وبذلك كانت سلطنة إيفات مسيطرة على أهم طرق التجارة البرية والبحرية، وأيضا كانت تمر بالسلطنة تجارة طريق الحرير عبر مينائي بربرة وزيلع. وكانت سلطنة أوفات من أقوى وأكبر ممالك الطراز الإسلامي في وقتها. ممالك الطراز الإسلامي هي ممالك إسلامية ظهرت في القرون الوسطى وحكمت القرن الأفريقي، وسميت بذلك لأنها كانت بجانب بعضها البعض مصطفة كالطراز الجميل على البحر كما وصفها العرب والمسلمون في ذلك الزمان. وهي مملكة إيفات، هدية، وارا، فتجار، باليه، أرابيني، شرفة. إن شاء الله يطلع الأسامي ممالك الطراز صحيحة نطقها. عرفت أيضا ببلاد الزيلع في ذلك الزمان. اهتم سلاطين إيفات بالأزياء، وهم أول من صمم الأزياء الرسمية بين السلطنات الصومالية، وكان زي السلطان يختلف عن الأمراء والجند والفقهاء وعلية القوم، وكانت الأزياء تختلف صيفا وشتاء، وكانت تصنع من أقمشة الحرير والأبراد الهندية. تأسست دولة المماليك وسلطنة إيفات في نفس السنة، وبذلك عاصرت سلطنة إيفات دولة المملوكية في مصر، ولكن سلطنة إيفات سقطت قبل سقوط الدولة المملوكية ب100 عام، أي أن دولة المماليك استمرت بعد سقوط سلطنة إيفات ب100 عام. تأثرت سلطنة إيفات بدولة المماليك، ولقد اعتمد بعض سلاطين إيفات عملة المماليك البحرية من ذهب وفضة وحتى نحاس، وخاصة في معاملاتها وتجارتها الخارجية، ربما تجارة طريق الحرير الدولي. وأيضا يذكر أن الدولة المملوكية كانت حليف استراتيجي وسياسي وتجاري مهم لسلطنة إيفات. أشهر سلاطينها ومؤسس سلطنة إيفات هو السلطان عمرو ورسمة، الذي ضم مملكة شوا إلى سلطنته أواخر القرن ال13 الميلادي، وحكم من بعده أبناءه ال5 ثم عدد من السلاطين، وبلغ سلاطين إيفات بعد السلطان عمرو ورسمة تاريخيا 32 سلطانا. شهدت المنطقة صعود الإمبراطورية الإثيوبية على أنقاض مملكة أكسوم التاريخية، وكانت ممالك الطراز الإسلامي تحيط بالإمبراطورية الإثيوبية تقريبا من جميع الاتجاهات، وكانت هذه الممالك تدفع الجزية إلى أباطرة الحبشة، وهم بذلك أي تلك الممالك الإسلامية كل مملكة تدير رعاياها وتدير دولتها بسلام. كانت مساحة أراضي التي تحكمها سلطنة إيفات أكبر من مساحة مملكة الحبشة أو الإمبراطورية الإثيوبية. وأيضا كانت الإمبراطورية الإثيوبية معزولة تماما عن العالم الخارجي، وأيضا لا تطل على أي سواحل، وخاصة بعدما ضمت سلطنة إيفات مدينة عدل إلى سلطنتها. سلطنة إيفات كانت سلطنة غنية مترامية الأطراف ذو موقع استراتيجي مهم، فلماذا تدفع الجزية إلى الإمبراطور الإثيوبي ذو المملكة الصاعدة؟ كانت سلطنة إيفات أولى السلطنات الإسلامية خروجا ضد ملوك الحبشة، وكان ذلك في عهد السلطان حق الدين، وتبعتها ممالك الطراز الإسلامية ورفضوا دفع الجزية إلى الإمبراطور الإثيوبي،
ودعا السلطان الصومالي تلك المماليك بالوقوف في صف واحد ضد الحبشة. وكان لدى إيفات جيش لا يستهان به، إذ يبلغ أكثر من 15,000 فارس و20,000 جندي من المشاة مع خيولهم العسكرية. وفي عام 1270 ميلادي قاد الملك الإثيوبي حربا عنيفة ضد أوفات وحلفائها في مدينة عدل التابعة للسلطنة، وخسرت أوفات مدينة عدل، حيث تعرض سلطان أوفات إلى خيانة من قبل إمارتين إسلاميتين من ممالك الطراز. وكان الملك الإثيوبي قد علم بتحركات الجيش والخطة الحربية، وكادت هذه الحرب أن تنهي سلطنة إيفات بسبب الغدر، ولكن تدخل هنا السلطان الظاهر بيبرس حاكم دولة المماليك في مصر، والذي هدد الإمبراطور الإثيوبي بقطع العلاقات معه وعدم الموافقة على تعيين المطران للكنيسة الإثيوبية، والذي كان يعين من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، مما أجبر الملك الحبشي إيقاف الحرب والتوسع وضم الأراضي. وهنا غضب أباطرة إثيوبيا ووصفوا سلاطين إيفات بأنهم أعداء الرب. طبعا السلطان الظاهر بيبرس هو رابع سلاطين الدولة المملوكية، وهو أيضا المؤسس الحقيقي لدولة المماليك، وهو فاتح أو أول من فتح إمارة أو مدينة أنطاكيا. وفي عام 1299 ميلادي قام الشيخ محمد أبو عبد الله بحشد الجيوش وغزو أراضي الإمبراطورية الإثيوبية، وتوسعت أراضي سلطنة إيفات ولم يستطع جنود الحبشة مجابهتها. عندها اقترح الملك الإثيوبي ودم أرعد هدنة مع سلطان إيفات، وتنازل عن أراضي وأقاليم كانوا قد سيطروا عليها من قبل. بعدها ساد الهدوء لعقود، وكانت تعاني أرض الحبشة بعض التمرد الداخلي، ولكن وفي عام 1328 بعدما قويت الإمبراطورية الإثيوبية قامت بهجمات على ممالك الطراز وقاومت إيفات، ولكن لم تصمد طويلا، وتم قتل بعض سلاطين ممالك الطراز. وفي عام 1332 تم قتل السلطان حق الدين الثاني سلطان إيفات في حملة عسكرية ضد الإمبراطور أماديسيون، وعين متعمدا أخاه السلطان جمال الدين ملكا دون لقب سلطان، ثم أخاه نصر الدين على بعض أراضي إيفات. فيما بعد رفض بعض سلاطين إيفات التدخل الإثيوبي في عرش السلطنة، ولكن منهم من قتل في المعارك، ومنهم من غدر به، ومنهم أيضا من سجن. ضعفت السلطنة نتيجة الحروب المتواصلة والطويلة، وكذلك خيانة وضعف بعض حكام ممالك الطراز وتشبثهم بالحكم ودفعهم للجزية إلى الإمبراطورية الإثيوبية. وظلت الحروب حتى وصل حكم إيفات إلى آخر سلاطينها، وهو السلطان سعد الدين الذي استلم الحكم بعد مقتل أخيه السلطان، والذي هزم في عدة معارك. وسقطت سلطنة إيفات بعد حروب دامت لفترات طويلة مع الإمبراطورية الإثيوبية. يذكر تاريخيا أن السلطان سعد الدين كان لديه 10 أبناء، ولقد أنقذهم بالفعل من البطش الإثيوبي، حيث جهز لهم سفينة أبحرت من ميناء زيلع متوجهة إلى اليمن. وبالفعل وصلت السفينة إلى اليمن، ولقد استقبلهم الملك اليمني في ذلك الزمان الملك الناصر عبد الله بن الأشرف. استقبل الأمراء أبناء السلطان سعد الدين، وكذلك العائلة المالكة وبعض من حاشيتهم. طبعا حاول السلطان سعد الدين اللحاق بأبنائه إلى اليمن، ولكن تم محاصرته في جزيرة زيلع من قبل جنود الملك الإثيوبي الذين احتلوا واستولوا وسيطروا على مدينة زيلع.
تم في النهاية قتل السلطان سعد الدين على يد قوات الملك الإثيوبي الذين كانوا يلاحقونه، وتم قتله وتصفيته في وعلى جزيرة زيلع بعدما تعرض لخيانة من قبل أحد مرافقيه الذين دلوا الجنود على مكانه. ذلك سميت هذه الجزيرة فيما بعد باسم جزيرة سعد الدين. اسم هذه الجزيرة اليوم هي جزيرة سعد الدين، وهي أهم وأكبر جزر أرخبيل زيلع، طبعا تخليدا لذكرى هذا السلطان البطل الشهيد الذي قاوم ورفض التبعية والذل لملوك أرض الحبشة. وبسقوط سلطنة إيفات اختفت أيضا ممالك الطراز الإسلامي، بعضهم انتهى حكمه وسلطنته قبل حتى سقوط إيفات، وما تبقى منهم ظل حاكما بالاسم فقط، ولكن اقتصاده تحت سيطرة الإمبراطورية الإثيوبية، يقتطعون منهم ما شاءوا من الجزية. هناك تشابه تاريخي بين ممالك الطراز الإسلامي التي ظهرت في القرن الأفريقي في العصور الوسطى وبين ملوك الطوائف الذين ظهروا في الأندلس. تابعونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.